هاي يا حلوين، النهارده هعمل معاكم اكلتي المفضله، بموت فيه. الطبق ده تحفه، مكرونه بالوايت صوص مع جمبري باترفلاي. تحفه تحفه تحفه، يجنن 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 بجد. هتتهبلوا عليه وطريقته سهله جدا وتحفه. يعني بصي، ده بناكله في المطاعم بنتجنن عليه، تخيلي بقى ما بتعمليه في البيت وبالطريقه الصح بجد. مقاديره كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو تقدروا تشوفوها. ما تنسوش لايك وشير. يلا بينا ندخل على الطريقه على طول. اول حاجه هنعمل التتبيله. هناخد بصل ونقطعه مربعات وتوم. انا بحطه بقشره، ممكن تقشريه ممكن تشيليه عادي مش هيفرق. توم وجزر وبصل، شويه شبت، فلفل رومي، فلفل شطه. بصوا دي احلى تتبيله بجد، بتكون معموله للسمك تحفه. وهحط ليمون، وهنحط التوابل بتاعتنا، كزبره مطحونه وكمون وملح وفلفل اسمر. انا هكتب لكم المقادير كلها تحت الفيديو بالظبط تقدروا تشوفوها. هنضربهم كويس قوي في الكبة، وهنضيف كمان معاهم شوية زيت ونفرمهم كويس جدا. وبعد كده هنبدأ نتبل بيهم الجمبري. بعد كده هاخد الجمبري بيكون مغسول كويس جدا جدا، ونكون فاتحينه من الظهر وشايلين السلسلة اللي هو الحبل الرملي. لازم تتشال عشان ما يبقاش في حاجة تضايقكم يعني وانتوا بتاكلوا. لازم تشيلوه كويس جدا وتنضفوه ويتغسل كويس جدا بمية فيها ليمون. بعد كده هاخده وهبدأ احط التتبيلة في كل الظهر. هو بيشرب التتبيلة بسرعة جدا وبيبقى طعمه تحفة بجد. التتبيلة دي بتخلي طعمه يجنن. بعد كده بعد ما خلصت الكمية كلها قلبته كويس قوي. انا هسيبه في التتبيلة دي ساعة او ساعتين، ممكن تبيتيه فيها او ممكن تشتغلي بيها على طول. انا سيبته ساعة. بعد كده هنبدأ اقول لكم هنعمل ايه. في طاسة سخنة او صينية، يعني اللي تحبوا تستخدموه. انا استخدمت صينية وهبدأ اسيح فيها زبدة. الوصفة دي بنستعمل فيها زبدة كتير جدا. هي كده لازم. هو الجمبري ده اسمه جمبري بالزبدة باترفلاي، فهي دي طريقته. هبدأ اخد الجمبري واحدة واحدة وافتحها يعني اخليها تستوي من على الظهر زي ما انتوا شايفين. هو الجمبري مش بياخد وقت خالص، تقريبا كل جنب 5 دقايق وبقلب على طول. وخلي بالك من حجم الجمبري كمان بيفرق قوي في التسوية. انا الجمبري اللي معايا ده جامبو، فلو جمبري اصغر مش هياخد اصلا منك دقايق، يعني حاجة بسيطة، دقيقة دقيقتين وتقلبي على طول الجنب التاني. ريحته مش قادرة اقول لكم الريحة دلوقتي اصلا عاملة ازاي، بجد خطيرة خطيرة فعلا. هو كده من خلاص تمام استوى. هبدأ اطلعه عشان اعمل الكمية كلها. اول ما اخلص الكمية كلها هقول لكم هنعمل ايه. في نفس الطاسة بعد ما خلصت كل الجمبري هنزل في نفس الطاسة والزبدة. هزود بس زبدة شوية صغيرين، وهنزل عليهم معلقة دقيق، وهبدأ اقلب عشان نعمل الصوص بتاع الجمبري. اول ما الدقيق ريحته تطلع هنزل على طول الزبدة. هنزل الثوم. هشوحه شوية صغيرين عشان ريحته تبقى قوية. وهبدأ انزل على طول الكريمة، تقليبة كده حلو عشان ياخد من طعم الجمبري والصوص يتسبك. زودت شوية ملح. طول ما انتي شغالة في تسوية الجمبري، لو الزبدة قلت معاكي زودي، مفيش اي مشكلة. وبعدين هنبدأ ننزل شوية لبن عشان القوام يكون ناعم كده، ولا تقيل ولا خفيف. هقلب كويس وهبدأ انزل الجمبري مرة تانية. هنسيبه برضو 5 دقايق وبعد كده هنطلع. احنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي الصوص بتاعه، احنا عايزينه خفيف والجمبري يشرب من الصوص، وهنطفي على طول. انا زودت شوية من المية بتاعة المكرونة اللي سلقت فيها المكرونة، بتدي طعم حلو قوي للصوص ده. هقلبه وهبدأ اطلعه على طول في طبق.
هو ما خدش مني 5 دقايق بالظبط، ان الجمبري اصلا مستوي، بس احنا عايزينه يشرب من الصوص. حلة فيها مية على النار، اول ما تغلي هحط ملح وكمون وهبدأ انزل المكرونة. انا استخدمت مكرونة قلم، تقدري تستخدمي المكرونة اللي انتي تحبيها. بعد كده هعمل الصوص بتاع المكرونة. حلة سخنة وفيها زبدة وهنحط عليها الدقيق، واول ما الدقيق ريحته تطلع هنبدأ نزود الحليب. بس انا باخد تقليبة كده عشان يبقى ريحة الدقيق حلوة ويبقى طعمه مظبوط قوي. البشاميل بيبان لما الدقيق بيكون متحمر، مش بيتحمر بس ريحته تطلع في الزبدة. هبدأ ازود اللبن بالتدريج واقلب. هنزود ملح وفلفل اسمر. الفلفل الاسمر رشه خفيفه قوي، سوري الفلفل الاسمر رشه خفيفه قوي، او ممكن تستخدمي فلفل ابيض. هقلب كويس، هفضل اقلب على نار هاديه لحد ما القوام البشاميل يتقل شويه. انا حطيت هنا شويه من البهارات الايطاليه اللي بنستخدمها على البيتزا، بتدي طعم حلو قوي مع المكرونه في الوصفه دي بالذات. واول ما القوام بتاعي تقل شويه زودت فص، يعني بصي ربع فص توم تمام، وبشره من جوز الطيب خفيفه جدا جدا، وحطيت الجبنه الموتزاريلا وهبدا اقلبها. وخلاص كده البشاميل بتاعي تمام. اول ما نحط التوم بيكون خلاص كده هنطفي. حطيت المكرونه، انا بقلب المكرونه في الصوص بتاعها والنار مطفيه. بس كده. اهم حاجة عشان يطلع معاكي الصوص كريمي، اول ما تخلصي كل حاجة المكرونة بتتعمل اخر حاجة. مكرونة الوايت صوص بتتعمل اخر حاجة، هتغرفي على طول عشان تكون لسه كريمي وتكون فريش ويكون طعمها بجد يجنن. الوصفة دي سهلة جدا وجميلة جدا والتحفة، ومش هتاخد منك بجد اي وقت. انا كده خلصت. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم ويكون عاجبكم. استنوني في وصفات جديدة، اشوفكم على خير. يلا باي.